صباح الخير. في فيديو وايد منتشر على المغنيسيوم ان المغنيسيوم يحميك من كل الامراض في الكرة الارضية، يحميك من امراض القلب والسكر والسرطانات وغيرها. في الواقع هذا الكلام كله غير صحيح. المغنيسيوم عنصر مهم، لكن حتى فحوصات المغنيسيوم اللي تجرى عبر الدم ما تعكس نسبة المغنيسيوم الحقيقية في الجسم. معظم الناس ما عندها مشكلة اصلا في نسبة المغنيسيوم، فما تحتاج مكملات للمغنيسيوم اصلا. المغنيسيوم تحصل عليه من المصادر الطبيعية، من المكسرات، من الموز، من السبانخ، لكن بشكل عام نادر تحصل حد عنده نقص. مكملات المغنيسيوم بشكل عام آمنة إذا تناولتها بشكل بسيط. ممكن تساعدك في تخفيف الصداع أو المايجرين، في تخفيف آلام الجسم، تخليك تنام أحسن، آلام العضلات، لكن هي ما تحل المشكلة. يعني إذا عندك آلام عضلات لما تتمرن وتسوي رياضة تاخذ مغنيسيوم، خففت الألم، بعد كم سنة بيرجع. عندك مثلا صداع لازم تعالجه، صداع نصفي ممكن يسوي له شوية وقاية، لكن إذا أنواع ثانية من الصداع لازم تعالجها. مثلا مشكلة النوم، إذا عندك أرق لازم تعالجه، إذا ما عالجته المغنيسيوم بعد فترة بتشوف ما له مفعول. فباختصار المغنيسيوم جيد. زيادته عن الحد الطبيعي بشكل كبير إذا أخذت مكملات ما لها داعي ممكن يسبب لك إسهال، مشاكل في المعدة، ممكن حتى ينزل ضغط دمك ويسبب لك مشاكل. فلا تاخذ مغنيسيوم إلا فعلا عند الحاجة. نعم هو آمن بشكل كبير، لكن ليس هو الدواء السحري لعلاج الأمراض. فدائما استشير دكتورك.